تمام، نبدأ على بركة الله. أحب أرحب بيك تاني في سلسلة ال SQL Injection، والنهاردة هنكمل ال Blind SQL Injection. كنا بدأنا فيها الفيديو اللي فات وحلينا أول لاب، والنهاردة هندخل في تاني لاب. أوكي، تاني لاب برضو عندك الكوكي فيها بارامترز ليها فاليو، وكمان مصابة بصيغة ال Blind SQL Injection. كمان هنا بيديك شوية معلومات إنك عندك تيبل اسمه users، وعندك columns اسمهم يوزر نيم والباسورد، وانت محتاج انك تكسبلور البلايند اس كيو انجكشن عشان تكتشف الباسورد باسم الادمنستريتور. وعشان تحل اللاب ده فانت محتاج تسجل دخول باسم الادمنستريتور. اوكي، سجل اللاب او ندخل على اللاب access to lab. تمام، دخلنا على اللاب. هنفتح بس الانترسبت بتاع البروكسي، وبعدين نبعت اي ريكوست نودوه للريبيتر. تمام، هنحط السنجل كود. تلاقي في خطأ حصل اللي هو 500 internal server error. لما تصلح الكويري هتلاقيها رجعت زي ما هي. كنا بنستخدم الفيديو اللي فات الاند اوبريتور. تمام، لما كنا بنستخدم 1 يساوي 1 كانت بترجع لنا الويلكم باك مسج، وتلاقي هنا كونتنت لينس مختلف او ريكوست مختلف. ندوس اوكي. لكن لو استخدمنا 1 يساوي 2 فكانت بيدينا ريسبونس مختلف واللينس بتاعه مختلف. لكن هنا هو مش بيهتم اذا كانت الكويري بتاعتك فولس او ترو، هو بس بيهتم بالفاليد بتاعتها. بالفاليد ازاي يعني؟ هنشرح بس على الكويري دي حليناها من اللاب اللي فات او استخدمناها اللاب اللي فات. نحطها زي ما هي. هو بس بيشوف ان في يوزر اسمه تيبل، وهيرجع لك اليوزر نيم. لو كان اليوزر نيم يساوي ادمنستريتور فهيرجع كلمة ايه؟ الادمنستريتور، وهقارنها بالادمنستريتور دي. فلو هما الاتنين موجودين هترجع لك الويلكم باك، لو مش موجودين مش هترجع لك الويلكم باك. هنا انت مش هتتأكد كويس ان ده موجود او مش موجود، لانك انت لو غيرت القيمة خليت اي حاجة اصلا غلط، يعني خليت الفاليو غلط، برضه هيرجع لك نفس الريسبونس. فانت مش هتعرف تميز اذا كان السكيول انجكشن صح ولا غلط. هيجيلك غلط امتى؟ لو انت لعبت في الفاليديشن بتاع السكيول. لعبت ازاي في الفاليديشن؟ يعني انت لو كتبت مثلا التيبل غلط، السنتكس غلط، مثلا كتبتها يوزر كده من غير الاس، وعملت جو، هطلع لك 500 internal error. ليه؟ لان مفيش تيبل اسمه يوزر. تمام، فهيرجع لك الخطأ. ونفس الحكاية برضو في الكولمز. فالحالة الوحيدة اللي بترجع لك فيها غلط هي السنتكس بتاع الكويري بتاعتك. اوكي، فعشان كده خطوات اللاب اللي فات مش هتنفع اللاب ده. فاحنا محتاجين نستخدم حاجة اسمها الكيس وين. تمام، الكيس وين دي انت تجبر الداتا بيز اللي انت شغال عليها ان لو القيمة دي اتحققت انت هترجع لي خطأ. يعني لو الانجكشن بتاعي صح انت هترجع لي خطأ من عندك انت. اوكي، دي الفكرة العامة، وهتبان اكتر كمان احنا لما هنبدأ نحل. وهنبدأ نحل ايه؟ باليونيون. طبعا في الحل بتاع اللاب في ناس في الكوميونتي سوليوشن، في ناس مكملة بالاند، وفي حد تاني مكمل بحل اللاب نفسه. تمام، احنا هنحل بحل مختلف اللي هو اليونيون. هنحل بطريقة اليونيون. فاحنا هنبدأ بأول خطوة اللي هي الاوردر باي 1، ان احنا بنحدد كام عدد كولم عندنا. تلاقي تمام 200. اوكي، طب 2
هتلاقيه internal server error، وده معناه ان احنا عندنا كولوم واحد بس، والسنتكس اللي احنا كتبناه ده غلط عشان احنا عندنا كولوم واحد لكن ما عندناش اتنين. اوكي، فهنرجع كده هنستخدم اليونيون اللي بتسلكت مثلا اي قيمة وندوس اوكي. يظهر لك خطأ، يعني السنتكس بتاعنا غلط، فاحنا هنجرب السنتكس بتاع الاوراكل اللي هو انك انت لو تسلكت اي كاركتر كده لازم تسلكت من الجدول ده. اوكي تمام كده اللون اتاك او اللون عامة شغالة معانا. تمام، هنشوف هل في جدول اسمه يوزرز موجود عندنا ولا لا. اوكي تمام موجود. طب اليوزر نيم اكيد موجود، اليوزر نيم اوكي. طب لو في حاجة منهم الاتنين غلط، يعني انا سميت مثلا او كتبت غلط، فهو هيرجع لك الخطأ انك انت السنتكس بتاعتك مش صحيحة. اوكي طيب لو عملنا كده وان اليوزر نيم بيساوي اي اسم مش لازم الادمنستريتور، تمام بيساوي اي اسم، هيدينا 200 اوكي ولا هيدينا خطأ؟ هيدينا 200 اوكي. طب ليه؟ لان السنتكس بتاعك فاليد، لكن هو مش مهم انه هيرجع لك قيمة معينة ولا لا، او هيرجع لك قيمة صحيحة ولا لا، بس اهم حاجة السنتكس بتاعك السنتكس بتاعك صحيح. تمام، فاحنا هنستخدم السنتكس بتاع الكيس وين ان احنا هنجبر الداتابيز ان هي هترجع لنا خطأ. طب هنكتبها ازاي؟ اوكي هتكتب بس كيس وين ان اليوزر نيم يساوي الادمنستريتور. طبعا هشرح لك معناها ايه دلوقتي. يساوي الادمنستريتور، لو صح تعمل ايه؟ then to char 1/0. اوكي else الاكس وبعدين end. اوكي تمام، اللي احنا عملناه ايه؟ ان احنا هنجبر الداتابيز بتاعتنا ان هي هترجع لك ايرور. طب معناه ايه اللي احنا كتبناه؟ احنا بنقول ان في حالة ان اليوزر نيم بيساوي الادمنستريتور، فانت هترجع الخطأ ده تو تشار، بترجع القيمة من 1/0. طبعا 1/0 ما ينفعش، يعني هي اصلا ماثيماتيكال غلط انك تقسم 1/0 وبعدين بتحولها لكاركتر، فهو السنتكس كده غلط. تمام، يعني السنتكس كده غلط، فهو بيرجع لك internal server error لو كانت اليوزر نيم بتاع الادمنستريتور موجود او صحيح فهيرجع لك غلط، لو ما كانش موجود هيرجع لك القيمة بتاعت الاكس من اليوزر. تمام، يعني مثلا احنا كتبنا حاجة مش موجودة مثلا، قلنا اوكي، هيرجع لك ايه؟ 200 اوكي. معناها ايه 200 اوكي؟ يعني راح اول حاجة يشوف كانت الكويري بتاعتك فاليد ولا لا، فشاف هل في غلط في اليوزرز. لا، اليوزرز موجود في تيبل في الداتابيز اسمها يوزرز. تمام، هل في اليوزرز دي في كولم اسمه يوزر نيم؟ تمام موجود. طب هل في حاجة او فاليو في اليوزر نيم دي اسمها administrate؟ لا مش موجود. يبقى هتروح على else وهتعمل لك انك انت بتسلكت الاكس from اليوزرز، ودي عشان سنتك صحيح ان احنا عملنا سيلكت الاكس من اليوزر فهيرجع لك 100 اوكي. طيب لو العكس،
نشرحها تاني لو العكس. هيروح الأول حاجة هيشوف الكويري بتاعتك فاليد ولا لأ، إنه هيراجع على أسماء التيبل ومن أسماء الكولمز. هيروح التيبل ده الأول، بيقول لك هل في تيبل اسمه يوزر؟ تمام. طب هل في كولمز اسمه يوزر نيم؟ تمام. طب هل في فاليو في الكولم اللي اسمه يوزر نيم باسم الادمنستريتور؟ تمام، فيها ايوه. غير ما فيه يرجع لي القيمة دي اللي طالعة من الفانكشن دي. وطبعا عشان دي سنتكس غلط فبيرجع لك 500، بيرجع لك 500 internal server error. تمام، ادي الفكرة. فاحنا كده عرفنا ان احنا عندنا يوزر نيم ويوزر وعندنا كمان الادمنستريتور. اوكي، نكمل بقى. كمان يكون ان اللينس بتاع الباسورد، ان اللينس بتاع الباسورد مثلا بيساوي 1. طبعا هو اللينس بتاعه مش بيساوي 1، فهيرجع لك خطأ هيدخل على الإلس، فهيقول لك الإكس فروم يوزرز، فهتلاقي إيه 200. أوكي تمام. إحنا بقى هنهدد ده للتيربو انترودا، وهنعمل بروت فورس على اللينس بتاع الباسورد وهنشوفوه كام بالظبط. لو كان رقم صحيح، يعني لو كان اللينس مثلا 20، لو كان طوله أو بيتكون من عدد أحرف 20 فهيرجع لك 500 internal error. اوكي، هتروح للتيربو انترودا، تمام. هتروح للبيزك، تشيل ده وهتكتب برانش أو رينج من 1 ل 31 كده، وهتشيل دي. اوكي، هنا قول له رجع لي بس اللي هو الستاتس كود بتاعه 500. تمام، وده هنظبط العداد، خليها 2 وهنا 4 وهنا 2. تمام. الخطوة اللي احنا عملناها هنا ان هو بيرجع الستاتس 500، يعني لما بيكون الشرط ده صحيح هيدخل على الزن وبعدين هيطبق دي، طبعا هنلاقيها خطأ فهيرجع لك 500. تمام، فاحنا بس مش عاوزين غير 500 بس اللي ترجع معانا. طبعا هنحدد القيمة اللي احنا بنعمل عليها بروت فورس، نمسحها، بعدين نحط علامة في المية، وبعدين نحط الحرف الاس، وبعدين ندوس اتاك. تمام. اوكي، اشتغل معانا. تمام، رجع لنا بس ايه الريكوست اللي شغال معانا. هو هنا بعت ال30 ريكوست، مفيش منهم حاجة سقطت أو حاجة فشلت من عندنا. واحنا هنا هنستنتج من ال 500 internal server error إن عدد الباسورد أو طول الباسورد 20. فأنت لو شفت الكوي هنا اليوزر نيم بيساوي administrator and اللينس بيساوي لينس الباسورد بيساوي 20 من اليوزر، فعشان هو صح فيرجع لنا دي، ودي السنتكس بتاعها غلط فيرجع لنا 500 internal server error. 500 internal server error. اوكي تمام. كده هنرجع للكويري بتاعتنا. كده احنا محتاجين نعمل بروت فورس على اول حرف. كده هنروح للSQL تشيت شيت. تمام، ادي ايه التشيت شيت بتاعنا. ندخل على السبسترينج بس بتاعت الاوراكل، ناخدها كوبي. اوكي، بعدين نرجع للفيرب سويت. تمام، نحطها بعد الاند
اوكي بالشكل ده. نصلح بس الحجم بتاعها، وبعدين نكتبها from الباسورد. تمام. أول حرف في أول مقطع بيساوي قيمة عشوائية زي ال A. هندوس اوكي نتأكد انها صح. تمام. بعدين نوديها للتيربو انترودر. اوكي القيمة بتاعتنا دي هنشيلها، نحط علامة في المية، وبعدين نحط اس، وبعدين هنرجع ناخد الليستة دي استخدمناها في اللاب اللي فات. تمام اوكي نحطها بالشكل ده. تمام اعتقد كل حاجة جاهزة كده. ندوس اتاك اشتغل معانا اهو، بيبعت الريكوستات. اوكي كده عرفنا ان اول حرف الباسورد بيساوي واي. حلو جدا. هنرجع بقى وهنضيف الرقم الاولاني ده، هنعمله برضو بالشكل ده، وهنكتب السكريبت اللي احنا استخدمناه المرة اللي فاتت كله. اوكي تمام كده. هو هيعمل ايه؟ هياخد الفاليو دي، هيعوض بيها هنا، وهيشوف اول حرف في الباسورد بيساوي ايه من الليستة دي. بعدين هيدخل على تاني حرف وبرضه هجرب عليه الليستة دي، وهيرجع لنا بس ايه الرقم 500، عشان احنا عاوزين بس انه بيرجع لما بتكون صحيحة بترجع بس الباسوردات. فاهم قصدي؟ هندوس اوكي اتاك. تمام هو بدأ يشتغل هنا. هوقف الفيديو لحد ما يخلص ويرجع لنا بالريكوستات. تمام هو خلص تقريبا في دقيقتين و19 ثانية، بعت 720 ريكوست، وهنا جمع لنا بس الحروف الصحيحة أو الباسوردات الصحيحة. هنجمعهم طبعا زي الفيديو اللي فات، فأنا هجمعهم وأجيلك. تمام أنا جمعتهم، بس أتمنى أكون جمعتهم صح. نحطهم جنب بعض. اوكي هناخد كوبي بيست على طول، وبعدين نطلع على ماي اكونت، الادمنستريتور، نجرب الباسورد. اتمنى يعني يبقى صح، جمعته صح. تمام كده احنا حلينا اللاب. اتمنى يعني تكونوا فهمت مني. لو ما فهمتش 100% فجرب بنفسك كمان هتفهم 100%. وكمان شوف الكوميونتي سوليوشن كمان الحل بتاعهم، هم كمان حالين بطرق مختلفة غير الطريقة دي. بس واتمنى لك التوفيق.